دلوقتي الوقفه دي مين اللي نادى بيها بقى تحديدا؟ دكتور طارق زيدان ائتلاف مصر الحرة مع المنظمة الدولية لرصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان فيها خيرة شباب البلد وخيرة شباب الثورة. المنظمه الدولية لرصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان اللي هي جزء من جسد ائتلاف مصر الحر. واحنا طالعين اصلا من رحم ميدان التحرير. تمام. ائتلاف مصر الحر بيتكون من مين؟ مصر الحرة بيكون مجموعة مصر الحرة وحزب مصر الحرة والمنظمة الدولية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. هي كانت الأول حزب شباب التحرير وكانوا معانا طبعا في الميدان، ومن حزب الحرية والتنمية بحوالي عدد أعضاء يصل 96,000 واحد. 96,000. هايل. طيب الوقفة ديت بتقول إيه؟ جميل رائع. أنا يؤسفني ما أقدرش أقول طبعا المواطن مصري حسين سالم، لأن ده لو كان إنسان مصري وشرب مية النيل مش معقولة كان يستحلوا دمنا بالصورة دي. الناس دي نهبت مليارات البلد. حسين سالم خرج في عهد الدكتور احمد شفيق وهو رئيس الوزراء، معاه في الطياره الخاصه بتاعته مليار دولار امريكي، وده على مسؤوليته الشخصيه بمسؤوليه المنظمه ومسؤوليتك. يعني هل في اثباتات؟ نعم معايا مدعم بالمستندات، لانه وقف في دبي. ولما وقف في دبي مسؤوليتك الشخصيه. نعم انت وفرت عليا. نعم. ولما وقف في دبي والطياره بتاعته اتفتشت له المليارات دي، قالوا روح انت اتفضل حضرتك. الناس دي كانوا بيقتلوا الشعب المصري مع سبق الاصرار والترصد. حلو. ايه الطلبات بقى؟ طلباتكم ايه؟ عايزين تسليم حسين سالم اللي خرج، حاولوا يخرجوه بكفاله 29 مليون يورو في اسبانيا. الراجل ده لازم يجي لنا مصر لانه له مال لينا بتاعنا ملك الشعب. اتولدنا والراجل ده بينهبنا. انتوا تطالبوا بالسرعه تسليمه للمجلس العسكري. نعم، سرعه تسليم حسين سالم شخصيا للمجلس العسكري للتحقيق معه، للوقوف على حقيقه الفساد. عشان اسلم حسين سالم للمجلس العسكري، حسين سالم دوت مش في الصحراء، حسين سالم دوت في اسبانيا امام السلطات الاسبانيه لجريمه ثانيه خالص. في اتفاقيات بيننا وبينهم. ازدواجيه الجنسيه. بمعنى اخر، انا قبل ما انا اقول انا النهارده عايزه عشان خاطر اشوف انا حالي واحوالي معاه، لازم الاول هو يخلص حاله واحواله مع ازدواجيه الجنسيه. ايه النظام؟ يعني ايه الموضوع؟ هل انتوا يعني سؤالي هو هل كان في مرجعيه قانونيه علشان خاطر تعرفوا اذا كان ده بتطالبوا بيه دوت متوفر ولا لا؟ بص، يعني ينفع ولا لا؟ هذه ليست قضيه عاديه. يعني دي مش قضيه عاديه. بس حضرتك فاهم انا وجهه نظري صح؟ يعني هو الاول عنده مشكله لازم يتعامل معاها. ما هو بالفعل حاولوا يخرجوه بكفاله، معنى ذلك ان القضاء كان هيسمح له بانه يخرج للشارع. هيخرج، بس ده لا يعني القضيه خلصت. نعم، هو يخرج بس في كفاله والقضيه بقى تستمر بقى. ولكنه موجود على قائمه المطلوبين في مصر والنائب العام. تمام. بس حضرتك فاهم سؤالي؟ يعني هو دلوقتي لازم قبل ما يجي مصر عشان خاطر لازم يخلص قضيته مع اسبانيا. ايه هل في كان قانونيين او محامين رجعت لهم قبل؟ يعني احنا مش بنتكلم، يعني هو طبعا شق قانوني يحترم، ولكن احنا بنقول هذه ليست قضيه عاديه. هذه المليارات سرقت من الشعب المصري، سرقت من الناس اللي عايشه في المقابر، سرقت من كل واحد طلع في البلد دي تتعلم وشاء شغل وده بطاله. كل المشاكل اللي حصلت في البلد والمشاكل الاقتصاديه الموجوده سببها هذه المليارات. فالموضوع اكبر من كده بكتير. احنا بنقول ايه؟ انا بقول لك قضيه مش عاديه في ايه بقى. انا النهارده بضغط دكتور طارق للمستشارين وقالوا ان ما فيش مشكله انه يتحاكم في اسبانيا، ولكن عايزين الضمانه. احنا وائتلاف مصر الحره والمنظمه الدوليه لرصد الانتهاكات وحمايه حقوق الانسان بنوجه نداء للنائب العام انه يخاطب الجهات المسؤوله في اسبانيا، الضمانه اللي تامن لنا ان هذا الرجل بعد ما يتم التحقيق معه بشرعيه هناك، ما بنقولش بغير شرعيه، بشرعيه هناك، يخرج بكفاله، يخرج من غير كفاله، يخرج باي وضع كان، ان يتم ترحيله الى مصر. تتحكم عليه. نعم؟ ما خرجش تتحكم عليه. هنستناه الشعب المصري 80 مليون مصري هيستنوه. طيب دلوقتي السفاره